يعني ايه فرخة واخدة هرمونات؟ وايه هي الهرمونات دي؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الكرام. كل يوم بنسمع عن مشكلة ان الفراخ واخدة هرمونات، والموضوع قد يبدو بسيط، لكن لما نتعمق في التفاصيل هنلاقي ان ليه ابعاد خطيرة جدا. والنهاردة هشرح لكم كل حاجة عن الموضوع ده، وازاي تقدروا تحموا نفسكم وتحموا اسرتكم. اول حاجة، يعني ايه الهرمونات؟ الهرمونات دي بتكون مواد كيماوية بيتم استخدامها في بعض المزارع علشان تسرع من عملية نمو الفراخ، وبيكون الهدف الأساسي منها هو إن الفراخ توصل لحجم كبير في وقت قليل، وبالتالي تزيد الإنتاجية وتقلل التكلفة على المربي. يعني مثلا بدل ما الفرخة تحتاج شهر عشان تكبر بشكل طبيعي، الهرمونات ممكن تكبرها في أقل من شهر. والهرمونات الأكثر شيوعا اللي ممكن تستخدم هي الاستروجين والتستوستيرون، وأحيانا الاسترويدات. كل مادة من دول بتأثر بشكل مختلف، لكنها في النهاية بتعمل نفس النتيجة، إن وزن الفرخة كبير في وقت سريع، لكن على حساب جودة اللحم وصحة الطيور وصحة الإنسان اللي هياكل الفراخ دي. ودلوقتي أنا هكلمك عن أنواع الهرمونات دي وبيكون تأثيرها إيه على الدواجن والإنسان. أول هرمون بيكون هرمون الإستروجين، وده بيكون هرمون أنثوي طبيعي موجود في الحيوانات والبشر. بعض المزارع بتستخدمه عشان تزود نسبة الدهون في جسم الفرخ، فيدي شكل ممتلئ ويدي شكل مغري للتسويق. طيب بيكون تأثيره إيه على الدجاج؟ بيخلي اللحم طري أكتر بسبب زيادة الدهون تحت الجلد وفي العضلات، لكن بيؤدي لضعف النمو الطبيعي للأعضاء التناسلية عند الدواجن الذكور، وبيضعف المناعة ويخلي الطيور أكتر عرضة للأمراض. أما بقى تأثيره على الإنسان، فتراكم بقايا الإستروجين في اللحوم بيؤدي لاضطرابات هرمونية، خاصة عند الرجال، زي مثلا إن يخليه عنده انخفاض في مستوى التستوستيرون. أما تأثيره على النساء فبرضه بيؤدي لاضطرابات هرمونية وزيادة احتمالية إصابة سرطان الثدي. أما عند الأطفال الصغيرة فممكن يحفز البلوغ المبكر علشان هو بيأثر على الغدد الصماء. وتاني هرمون بيكون هرمون التستوستيرون، وده بيكون هرمون ذكري بيستخدم عشان يحفز الكتلة العضلية في الدجاج. تأثيره على الدجاج بيكون إنه هو بيعزز من نمو العضلات بسرعة أكبر من الطبيعي، وبيسبب نمو غير متوازن بين العضلات والعظم، فده بيخلي في مشاكل في الحركة تحصل خاصة في الأرجل. كمان بيزود من الضغط على القلب والأعضاء الداخلية بسبب الوزن الزائد. وتالت حاجة بتستخدم هي الاسترويدات الابتنائية، ودي بتكون مركبات شبيهة بالتستوستيرون، بتستخدم عشان تحفز النمو السريع وبتزود الوزن بشكل غير طبيعي في الدواجن. تأثيرها على الدجاج بيكون إن هي بتسرع من نمو العضلات والأنسجة في وقت قصير جدا، لكنها بتسبب تراكم سوائل في العضلات فبتخلي اللحم أقل جودة. كمان بتضعف المناعة وبتزود من معدل النفوق في المزارع. أما بالنسبة لتأثيرها على الإنسان فبتأثر على الكبد والكلى، علشان بقايا المركبات دي بيزود من العبء السمي عليهم. طيب كمان بتسبب اضطرابات هرمونية عامة، وبتزود من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، وبتعزز السمنة وزيادة الدهون الحشوية كمان في الجسم. أما رابع حاجة فهي الهرمونات الموجهة للنمو، ودي بتستخدم عشان تسرع من نمو الدجاج عشان يصبح جاهز للبيع في وقت أقصر من الطبيعي. بتأثر على الفراخ بإن هي بتحفز النمو في العضلات والأنسجة من غير أي توافق مع قدرة العظم على التحمل، فده بيؤدي لمشاكل في الحركة وكمان هشاشة العظام. بتزود كمان من معدل الإصابة بأمراض زي الالتهابات التنفسية علشان هي بتضعف المناعة. أما تأثيرها على الإنسان فبتؤدي لمقاومة الأنسولين، ودي بتخلي في زيادة في خطر الإصابة بمرض السكر. كمان بتسبب اضطرابات في النمو الطبيعي للأطفال، وبتزود من احتمالية الإصابة ببعض الأمراض نتيجة تنشيط الخلايا غير الطبيعية. تعالوا نفهم أكتر. علشان لما الفرخة بتكون واخدة هرمونات العضلات بتكبر بسرعة أكبر من الطبيعي، وده بيضغط على العظم اللي بيكون ضعيف جدا. كمان السوائل بتزيد في جسمها، فده بيخلي اللحمة أقل جودة، ولكن وزنها على الميزان بيكون عالي. طيب نعمل ايه بقى عشان نحمي نفسنا؟ أول حاجة هنختار الفراخ من مصادر موثوقة زي المزارع اللي بتربي الدواجن بشكل طبيعي. تاني حاجة ندور على الدجاج الأورجانيك اللي عليه علامة خالي من الهرمونات. نبعد عن الفراخ الضخمة جدا اللي حجمها فوق الطبيعي، لأن ده ممكن يكون علامة لتدخلات صناعية. ولحد هنا احنا خلصنا الفيديو. لو في أي استفسار تاني اتواصل مع الأرقام الموجودة على الشاشة.